السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل العدس. أنا جايبة نص كيلو من العدس الأصفر وغسلاه، وهبتدي أنزل عليه بالمية بتاعتنا، عشان أنا المفروض إن أنا دلوقتي هسلقه، وبعد ما أسلقه بيتضرب في الخلاط. فهتشوفوا دلوقتي الطريقة. هنزل كنت مقطعة بصلاية من البصل الأحمر، بنزل عليها على العدس، وعندي طماطماية، وعندي جزراية، وعندي بطاطس. ده كله هنزل بيه الكلام الحلو ده كله على العدس طبعا، وهسيبه يغلي مع بعضه لحد ما يتسلق ويستوي. وعندي 4 فصوص من التوم نيين هنزل بيهم برضو، وهبتدي اغطي على العدس بتاعنا واسيبهم يستووا مع بعض. ده طبعا بعد ما هو اتسلق هيبقى بالشكل ده. هبتدي ان انا اضربه في الخلاط، عشان طبعا في قطع طماطم وقطع جزر وقطع بطاطس، فلازم الحاجات دي كلها تطحن مع بعضها. فطبعا احنا عارفين فوائد العدس الجميلة بتاعتنا، وطبعا بيدفي في الشتاء وكده. حبينا ان احنا نغير النهاردة. دلوقتي انا بضربه في الخلاط طحن ناعم خالص، انعمه. وده طبعا بعد ما اتطحن. عندك طريقتين، حاجة من الاتنين: يا الا هتعمليه ببصل وطماطم وتوم، يا الا تعمليه بكده وتعمليه بالشعرية برضو. بس انا هعمله بالاتنين النهاردة. هعمله بالبصل والثوم والطماطم. هنزل بالبصل بتاعنا، وبعدين انا دقة 4 فصوص توم كده برضو دقاهم في الهون بتاعنا. هستنى البصلايه دلوقتي تدبل معانا. بعد ما بتدبل عندي التوم انا دقاه، هبتدي انزل بيه معلقة من التوم، هنزل بيها وابتدي ان انا اقلب. بعد ما هقلب البصل، كنت ضاربه طماطم في الخلاط، طماطميتين بس ما تكتريش، وابتدي ان انا اقلب برضو الطماطمايه معانا اللي في البصل، واسيبها تتسبك شويه. هسيبها على البوتاجاز تتسبك شويه. كده الشكل النهائي بعد ما هي اتسبكت. طبعا انا سبتها تتسبك مع البصل والطماطم والحاجات دي. هنزل بيها على العدس. طبعا لسه ما حطيتش اي حاجه خالص على العدس، يعني ولا حطيت ملح ولا حطيت اي حاجه. ادي الملح بتاعنا، معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون. ما تكتروش كمون، عشان الكمون كتره بيمرر في اي حاجه. طبعا هبتدي اقلب تقليب كويس. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ حطيت معلقه سمنه بلدي، وهبتدي احمر شويه شعريه. اللي حابب يا جماعه يعمله بشعريه بس تمام، عايز يعمله ببصل وبطماطم وتوم زي ما انا عملته تمام، عايز يعمل بالاتنين يعمل بالاتنين. كده كده حلو وكده حلو، بس انا حبيت اعمل الطريقتين في طريقه واحده. هبتدي اقلب طبعا السمنه البلدي بتاعتي مع الشعريه، وابتدي اقلب فيها كويس جدا لحد ما لونها يحمر. ابتدت اهي تحمر. طبعا الكلام ده كله هنزل بيه برضو على العدس، وابتدي ان انا اقلب. طبعا الشعريه دي بتستوي جوه العدس، هو انا مولعه البوتاجاز دلوقتي، هتبتدي تستوي جوه العدس. دلوقتي انا هعمل لكم برضو المسقعه. هجيب بتنجانتين، هبتدي اقطع اول بتنجانه شرايح رفيعه. هخلص طبعا التقطيع بتاعها، وهكون حاطه طبق فيه ميه، وهحط عليه ملح، وهنزل بالبتنجان بتاعي اللي انا قطعته كله، انقعه في الميه وملح. اولا عشان ينزل المرارة بتاعته، وفي نفس الوقت عشان ايه ما يشربش زيت مني. دلوقتي انا بنزل بالزيت،
كنت مقطعه بطاطس. هعمل المسقعه النهارده بالبطاطس والبتنجان والفلفل. هنزل بالبطاطس وابتدي ان انا احمرها. ابتدت تدخل في السوا. عايزه اطلعها حمرا خالص هطلعها، عايزه اطلعها نص تحمير عادي برضو، لان كده كده هتتحط في صلصه. ابتديت ان انا اطلع في البطاطس بتاعتي. كده بعد ما طلعتها، بعد كده هقلي البتنجان، واخر حاجه هخليها الفلفل ابقى اقليها. عايزه تحطي فلفل بارد حطي، عايزه تحطي فلفل حامي حطي، براحتك خالص. انا كده خلصت البتنجان احمر مني، ابتدي ان انا اطلعه. مقطعه الفلفل قطع صغيره، لو عايزه الفلفل زي ما هو وتشقيه من النص وتقليه الواحده بوحدتها تمام. عايزه تقطعيه، انا فضلت ان انا اقطعه قطع صغيره، لان انا بقلي النهارده فلفل حامي بس ما حطيتش بارد. ومعايا معلقه من التوم. طبعا انا خلصت البتنجان والفلفل والبطاطس، وعندي معلقه من التوم المفروم في نفس الزيت. لو لقيت الزيت كتير شويه بقل منه شويه، يعني بشيل منه جزء استخدمه مرة تانية. وهنزل بالخل على طشة الثوم والزيت. ريحتها خطيرة، ريحتها جميلة جدا. بعد كده انا ضاربة طماطم في الخلاط، هبتدي انزل بيها واقعد اقلب شوية كده. واسيبها يعني مش شرط انها تتسبك او تنشف مني، لا، يا دوب ان هي تبتدي تدخل في التسبيك. حطيت معلقة من الملح، وحطيت نص معلقة من الكمون، وحطيت كزبرة، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، تدي ريحة برضو وطعم جميل قوي. هي ما تسبكتش قوي معايا، يعني انا سايباها مش متسبكة او نص تسبيكة. هبتدي كل الحاجات اللي انا قالتها دي هبتدي انزل بيها، واسيبها يتشربوا كده من بعض، كده ياخدوا من بعض التسبيكة بالحاجات الجميلة دي. ابتدت تدخل في التسبيك. وده الشكل النهائي للعدس بتاعنا. وطبعا المسقعة بتاعتنا برضو انا خلصتها. ده شكل العدس. بصوا القوام بتاعه جميل ازاي، مش خفيف ومش تقيل، وطعمه غاية في الجمال. يا ريت تجربوه بالشكل ده، الطريقة دي جميلة قوي. وده الشكل النهائي للمسقعة بتاعتنا. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واشتراك.